بس لا عشان الفيو القمر دي. انتوا شايفين المكان بالفطار ده؟ تخيلوا كده هتبقوا مستمتعين ازاي. ده غير ان المكان مش زحمه، ده غير فيو البحر، ده غير القلعه اللي انتوا هتشوفوها على الطبيعه. تعالوا اقول لكم العنوان بالظبط، وهو جنب جلاتي عزه، ودي مشهوره جدا يعني مش هتتسوحوا، وكل حاجه هتتعمل قدامكم. شايفين الفلافل حرفيا خدت قلبي. اول حاجه كده الفلافل هتتعمل قدامكم هي والفطار القمر ده. تعالوا بينا اقول لكم انا طلبت ايه من عند فلافلايه وبارخص الاسعار. قال لي عايز تقعد جوه؟ قلت له لا، ده انا لازم اقعد في الفيو القمر اللي انتوا شايفينه ده. والصراحه ما قدرتش اقاوم فخلصت كل الفطار فجاه. اول حاجه هنبدا بيها وهي صينيه الكريسبي اللي بتشيز سبايسي. عايز اقول لكم ان الجبن كانت متغرقه فيها بطريقه مش طبيعيه. فاول معلقه كده انا دبت فيها وفي هواها الصراحه. تخيلوا كده مع الفيو. وهنا اتصدمت، ما كنتش عارف باكله ازاي فلغوصت الصراحه. وفاكريني هسيبها؟ لا، ده انا لسه هدخل بيها على العيش على الفيو القمر ده. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. رحت ماسك الصينيه يا باشا ومغمس كده فيها بالكريسبايه وهم يا جماعه. الناس اللي قلوبها ضعيفه يا جماعه ما تكملش الفيديو. حرفيا الجبنه كانت بتدوب في بقي بطريقه مش